هنبدأ فيلمنا مع أب وهو عايش مع أطفاله الستة في الغابة، وبيكون اسمه بين، وبيعلم أطفاله إنهم يعتمدوا على نفسهم في كل حاجة، وإنهم يصطادوا أكلهم بنفسهم، وبيعلمهم كمان كل حاجة عن الأعشاب الطبيعية وطريقة تحلية المياه للشرب. وبيكون ساب المدينة مع مراته ليزالي علشان مقتنع إن الإنترنت والتكنولوجيا بوظوا المجتمع، فقرر إنه يروح الغابة مع مراته ليزالي ويعيشوا في الطبيعة. وبتكون مراته اتحجزت في المستشفى علشان جالها مرض نفسي، وكل يوم بيروح بين مع أطفاله يجروا علشان يحافظوا على رشاقتهم، وبيعلمهم أسلوب القتال، وبالليل بيخليهم يقروا كتب وبيعلمهم حاجات كتير زي الموت والاغتصاب. وتاني يوم ابنه الكبير بوديفن بيصطاد غزالة لوحده وبيخلي بين ياكل لحمتها نية، ودي علامة إنه كبر وبقى راجل. وتاني يوم بياخده للمدينة علشان يبيع الحاجات اللي بيعملها يدوي علشان ياخد منها فلوس. وبيكون بوديفن مش عارف يتأقلم أو يتعامل مع البنات اللي في سنه، ولما بيروح البريد بيلاقي إن في كذا جواب جاله من كذا جامعة كبيرة وكلهم قبلوه، بس مش بيكون عارف يصارح ابوه ازاي لانه كان بيعمل كده من وراه. وبيكون بين قاعد في بار وبيتصل باخته علشان يطمن على مراته، بس بيلاقيها بتبكي وبتقول له ان مراته ماتت منتحره امبارح. لما بيرجع بين الغابه بيستحمى تحت الشلال وبيكون بيعيط، وبيطلع ويقول الخبر للاطفال واللي بيعيطوا على موت امهم، وبيقول لهم بين ان مفيش حاجه هتتغير وانهم هيكملوا حياتهم عادي. فبيتعصب ريليان ابنه الصغير وبيمسك سكينه علشان يطعن ابوه، بس بيطعن الدولاب بيها وهو بيشتمه وبيقول له انه بيكرهه. وبالليل يكون بين لاقي وصيه ليزا لمراته وسط الورق، وبتكون كاتبه فيها انها ما تدفنش وانهم يحرجوا جثتها ويرموا الرماد بتاعها. وتاني يوم وهم بيعملوا تمارين الصباح بيسأل بوديفن عن ميعاد الجنازة بتاعة أمه، فبيروح بين يكلم جاك أبو ليزالي واللي بيكون بيكره بين ومش موافق على اللي بيعمله في الأطفال، وبيقول له على وصية ليزالي بس مش بيهتم بيها، بس بتاخد منه إباجة للموبايل واللي بتكون أم ليزالي، وبتقول له إن الجنازة هتكون في كنيسة في نيو مكسيكو بعد 5 أيام. لما بينام بين بيحلم بليزالي، وتاني يوم بيشوف الأطفال وهم عاوزين يحققوا وصية أمهم، بس بيرفض بين وبيقول لهم إنه ممكن يتقبض عليه ويخسر حضانة الأطفال للأبد. وبيكون تمرين النهارده عن تسلق الجبال وبيتزحلق ريليان وايده بتتلوي، بس بين بيقول له انه يستحمل ويعتمد على نفسه علشان في الحياه اللي هم عايشينها محدش فيها بيساعد حد. ولما بينزلوا بيلاحظ بين ان عياله كلهم زعلانين، فبيقرر انه ياخدهم علشان ينفذوا وصيه امهم. فبيفرح الاطفال وبيكون بين بيسوق بيهم لساعات على الطريق ومش بيقف غير للنوم او علشان يسحب فلوس. وتاني يوم بيوقفهم ظابط واللي بيكون مستغرب ان الاطفال في الاتوبيس مش في المدارس، وبيستغرب من كم الكتب اللي حواليه. بس بوديفن بيلم الدنيا وبيقول له انهم بيدرسوا في البيت تحت حمايه الرب، وبيبدا يغني مع اخواته الترانيم بتاعه الكنيسه. فبيسيبهم الظابط وبيفتكرهم عيله مجانين، وبيكونوا جاعوا في الطريق ومش بيقدر الاطفال انهم يصطادوا الغنم اللي قدامهم علشان بيكونوا واقفين مكانهم ومش بيجروا زي الغزلان اللي في الغابه. فبياخدهم بين على المطعم، وهناك بيكون الاطفال مش متعودين على اكل المدينه اللي بالنسبه لهم غريب. فبيمشي بين من المطعم وبياخدهم لسوبر ماركت، وهناك بيمثل بين ان جات له جلطه عشان الاطفال تسرق الاكل وتطلع تجري من غير ما حد يشوفهم، بس بيكون معاه بنته اللي بتمثل انها ادت له الدواء بتاعه. وبيقوم بين ويتمشى مع بنته وبيروحوا الجنينه علشان ياكلوا، وبيفاجئهم بين بتورته علشان اليوم ذكرى كاتب مشهور هم بيحبوه. وبيكون بوديفن جايب لهم اسلحه هديه، وبيكونوا مبسوطين عكس ريليان اللي بيقول لهم انه كان نفسه يعيش حياه طبيعيه. وبالليل بيروحوا يباتوا عند عمتهم هاربر وجوزها ديف وعيالهم جاستن وجاكسون، واللي بيتريقوا على عيال عمهم علشان مش عارفين برندات اللبس. ووسط الكلام بتتعصب هاربر لما بين اخوها بيتكلم في موضوع ما ينفعش انه يقوله قدام الاطفال، وبتسيبهم وبتمشي. وبيطلع وراها بين وبيعتذر لها وبيقول لها انه متعود يناقش اي موضوع قدام ولاده ومش بيخبي عنهم حاجه. وبيلاقوا ان عيال بين جايبين غطاهم وطالعين يناموا في الجنينه زي ما هم متعودين، مع ان عمتهم كانت مجهزه لهم اوضه. وتاني يوم هاربر بتقول لاخوها ان عياله لازم يدخلوا مدارس، فبيقول لها انهم متعلمين كويس، وبيثبت ده لما بينده على عيالها اللي واحد منهم في ثانوي وبيسالهم عن مصطلح صعب بس محدش بيعرف يجاوب عليه. وبينده على بنته اللي عندها 8 سنين وبيقول لها على المصطلح وبتجاوب عليه اجابه كامله، وبتجاوب على اسئله اصعب منه كمان. وكده بيثبت لاخته انهم متعلمين احسن من عيالها اللي في المدارس، وبيكملوا رحلتهم علشان يوصلوا الجنازه. وبيقف يخيموا في حته وبيتعرف بوديفن على بنت من سنه اسمها كلير، واللي بتشوفه مختلف وبيعمل حاجات غريبه. تمتع بالكلام معاه وبيقول لها بوديفن ان ابوه كاتب مشهور وامه جاسوسه في المخابرات، بس بتكشفه كيلر لما بتساله اسئله الحضر بس اللي يعرفوها. وبيستمتعوا مع بعض، وبالليل بيتعرف بوديفن على امها وبيطلب منها ايد كيلر، بس بيضحكوا عليه وبيفتكروا بيهزر. وتاني يوم بتودعوا كيلر وامها وبيوصلوا نيو مكسيكو وبيباتوا في الاتوبيس قدام الكنيسه. وفي وقت الجنازه بيدخل بين مع عياله الكنيسه وبيكونوا لابسين لبسهم الغريب، بيبص لهم جاك باستحقار. تبدا مراسم الجنازه، بيقاطع بين القصه وبيطلع يقول لهم على وصيه ليزالي، وبيقول لهم انها كانت بوذيه وانها عاوزاهم يحرقوا جثتها ويرقصوا حواليها.
ويرموا رمادها في الحمام، بس بيتعصب جاك من كلام بين وبيجيب الامن وبيطردوه بره الجنازه وبيطلع اطفاله وراه. وبعد الجنازه بتروح ايبيجال وجاك علشان يسلموا على احفادهم، وبيمنع بين انه يحضر الدفن، بس مش بيمنع الاولاد، بس بيتحرك بين وراهم بالعربيه علشان يمنعهم انهم يدفنوها وينفذوا الوصيه. بس ولاده بيمنعوه علشان لو عمل كده ممكن يحبسوه وساعتها هيخسروا هو كمان. فبيقتنع بن بكلامهم وبيروح الجراج وبيخيمه هناك، وبيتكلم ريليان مع اخوه بوديفن وهو بيعيط وبيقول له هو ازاي مقتنع ان حياته طبيعيه. فبيتنرفز بوديفن وبيروح لابوه وبيوريه جوابات القبول في الجامعات واللي بيكونوا اكبر جامعات في العالم. فبيفرح بن بيه وبيلومه انه مجلهوش، بس بوديفن بيقول له ان امه هي اللي كانت بتساعده وانه السبب اللي خلاهم يبانوا مش طبيعيين والمجتمع كله رافضهم. وبيسيبه وبيمشي من غير ما يدي فرصه لبن انه يشرح له. وبيجي ابنه الصغير يديله رساله من ريليان مكتوب فيها انه هيعيش عند جده، وبيتحرك بن مع اولاده علشان يروح يجيب ابنه، بس هناك يشتموا ريليان وبيقول له انه بيكرهه علشان هو اللي وصل امه للانتحار، وانه هيعيش مع جده في الحياه الطبيعيه مش حياه الحيوانات اللي عايشينها. وبيسيبه يمشي، ولما بيروح بين وراه بيرمي جاك سهم جنب دماغه وبيقول له ان بالاصابات اللي على جسم ريليان هيرفع قضيه تعنيف للاطفال وهياخد حضانه الاولاد منه، ولحد المحاكمه ريليان هيبقى معاه. ولما بيرفض بين كلامه بيطلب له البوليس، وقبل ما يجوا بيهرب بين، بس بيستخبى بين الشجر وبيطلب من بنته انها تروح تجيب اخوها عن طريق انها تتسلق البيت وتخش له من الشباك، وبتعمل كده بس قبل ما توصل للشباك بتتزحلق وبتقع على الارض. فبيجروا بيها على المستشفى، وهناك بيقول له الدكتور ان عندها ارتجاج في المخ بس المخ سليم، وان رجلها اتكسرت، وبيوري له الاشعه وبيقول له ان كان فاضل سنتي واحد وتموت او تعيش مشلوله للابد. ولما بتطلع من المستشفى بيروحوا يقعدوا عند جدهم وبيشوفهم بين وهم مبسوطين مع جدهم، وبتوري له ابيجيل الرسائل اللي كانت ليزا اللي بتبعتها وبتقول لها انها مبسوطه جدا وان اولادها هيطلعوا عباقره وفلاسفه لما يكبروا. وساعتها بيقرر بين انه يسيب اولاده يعيشوا مع جدهم، ولما بيبلغهم قراره بيعترضوا عليه علشان مش بيكونوا عاوزين يسيبوه، بس هو بيقول لهم ان ده الاحسن وانه مش عاوز يبوظ لهم مستقبلهم. وبيودع جاك بعد ما بيوصيه على الاولاد، وبيتحرك بالاتوبيس بتاعه وهو بيعيط، وبيقف يشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، وبيشتري ماكينه حلاقه وبيحلق دجنه علشان يبدا حياه جديده. وبيلاقي ان اولاده جوله واللي بيكونوا مستغربين شكله بعد ما حلق، وبيقول لريليان انه مش بيكرهه وانه بس كان عاوز يكون جنب امه قبل ما تموت. فبيحضنوا بين وبيقنعوا الاطفال انهم يروحوا ينفذوا وصيه امهم، فبيوافق بين وبيتحرك على المدافن، وبيكون بوديفن حلق زي ابوه علشان يبدا حياه جديده هو كمان. وبيطلعوا التابوت بتاع امهم وبيردموه علشان محدش ياخد باله ان القبر فاضي. وبيطلع بين مع اطفاله على الشاطئ وبيلقي خطبه الوداع على مراته، وبيولعوا في جثتها وهم بيرقصوا حواليها وبيغنوا اغنيتها المفضله. وبيطلعوا على المطار وبيرموا رمادها في الحمام زي ما كانت قايله في وصيتها. وبيودع بوديفن اللي مسافر بره علشان يدرس، وبيرجع يعيش بين مع اولاده بس المره دي في المدينه، وبيدخل اولاده المدارس بس مش بينسوا الطبيعه. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نور.